السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. عملنا بقى النهارده، بصوا، اول ما الشتاء كده بيدخل وروايح الشتاء بتهل علينا، القرنبيط. بصوا القرنبيط، شايفين المنظر؟ سامعين؟ نفتح واحده كده. بصوا، بصوا القلب بتاعه عامل ازاي. بصوا بقى طبق البطاطس من نفس الخلطه، نفس اللي بنجيبها من المطعم. بصوا، شوفوا قلبها تحفه. بصوا بقى البتنجان، ده بتنجان اهو، ده بتنجان اهو مستوي ونفس الطبقة. بصوا البطاطس، شايفين القرنبيط كريسبي ده ولا مش كريسبي اهو. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض، ويا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا. وحطينا جنبه بقى جرجير، ولو في طحينة بس ما عنديش، وخيار كده وطماطم وبصل اخضر. الطبق ده عايزه اقول لكم تحفة. بصوا المنظر، شايفين البتنجان؟ يلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. معايا هنا كده قرنبيطة، انا طبعا بغسلها، انا قطعتها معايا. بصوا، لازم تغسليها كويس قوي تحت ميه جاريه، وهنقعها شويه، دي اهم حاجه. بعد ما قطعتها انا عاملاها ايه، وردات صغيره كده. انت حابه بقى تقطعيها وردات اكبر من كده، كل واحد وراحته. في ناس بتحبها صغيره، وفي ناس بتقطعها وردات كبيره. انا بحبها ورداتها صغيره كده. كل ما تبقى صغيره تبقى ايه معاكي، متحمره احسن وكريسبي واحلى. اهي اكبر من كده براحتك. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه بقى، ونغسل الخضره وننقعها. معايا برضو خضره، عشان طبعا القرنبيط هيحتاج خضره. معايا كزبره وشبت وبقدونس. انا مش هاخد كل الكميه دي، انا هاخد من كل ربطه مثلا نصها، وهاخد الورق بتاعها بس. مش هنحتاج العيدان ولا الحاجه دي. هنضفهم وانقعهم واغسلهم وهنخرطهم ناعم. قرنبيط يعني هعمل جنبه بطاطس. دي بطاطس كده عندي اهي، دي بطاطس كده اللي هي بتاعت الشيبسي، اللي بتبقى تحمير في السوق دلوقتي، متواجده كتير في السوق قوي. انا هقشرها اهو زي ما انتم شايفين كده بقشرها. دي هنعملها بقى ايه جنب القرنبيط. البطاطس البانيه اللي بناكلها بره من المطاعم، اللي بنقول البطاطس البانيه دي، لا هنعملها برضو جنب القرنبيط. وهنسلقها، هقشرها واغسلها كويس، وهسلقها زي ما هي كده. تقشريها واسلقيها بصحيحه، عشان ما تشربش ميه. لو قطعتيها مربعات او دواير وقلت هخليها، لا، هتشرب ميه منك ومش هتبقى حلو. هنا بقى معايا ميه اهي بتغلي، لسه ايه ما هحطها على البوتاجاز. هضيف لها ايه، معلقه من الكمون، نص معلقه من الكمون، ومعلقه كبيره من الملح، عشان القرنبيط ايه يبقى متملح من جوه، ما يبقاش دلع. ودي يعتبر ربع كوبايه من الحليب او اللبن، بس دي مفرزه كده عندي في الفريزر اهي. اللبن بقى عشان يخلي لون القرنبيط ابيض وفاتح، ما يغمقش معاكي. طبعا الكمون احنا عارفين عشان ايه، والملح، بس انا مكتره معلقه الملح عشان القرنبيط ما يبقاش من جوه دلع كده، يبقى القرنبيط مظبوط حدقه كده معاكي حتى هو مسلوق. الميه بقى غليت معايا اهي، نزلت بالقرنبيط. القرنبيط ده هياخد من 4 أو 5 دقايق بالظبط، ما تزوديش عن كده، يعني ما تزوديش القرنبيط عن كده، لان كده لو خد سوا اكتر من كده هيتهري معاك. وبعدين انا مقطعه وردات صغيره، ممكن ياخد معايا انا 4 دقايق، ممكن لو انت مقطعه حجمه اكبر من كده ياخد معاكي 5 دقايق. انا هسيبه بقى ال5 دقايق دول او 4 دقايق بالظبط على النار، ونشيله من على النار. بصوا القرنبيط كده معايا، بصوا طالما الشوكه كده دخلت فيه كده اهو، احنا مش عايزينه سوا كامل. ولو لا قدر الله اتهرى منك، هتنزلي بيه تحت ميه ساقعه خالص او ميه جاريه من الحنفيه. بصوا القرنبيط اهو طلعته من النار خلاص كده. سوا كده مظبوط، مش عايزاه مهري قوي ومش عايزاه مستوي على الاخر. كده حلو اهو معايا. هسيبه بقى يبرد ونعمل يلا الايه، الكفر بتاعه. بصوا بقى البطاطس معايا اتسلقت اهي، وماسكه نفسها ازاي اهي. قطعتها كده طرنشات اهي.
ممكن تقطعها صوابع سميكة براحتك. بصوا ما اتك عليها، مش فتفتت ولا اتهرت معايا ازاي، ماسكة نفسها، هي مستوية بس ماسكة نفسها. سلقينها نص سلقة. هكمل بقى تحميرها في الزيت، هتاخد من نفس الخلطة بتاعة القرنبيط. انا عملت كام واحدة بقى، انت اعملي حسب ما انت عايزة بقى، اكتر من كده تسلقي اقل براحتك. معايا هنا كوباية كده من الدقيق اهي. معايا الاول كده طبقين، وادي كوباية تانية من الدقيق في الطبق التاني اهي. ماشي، وهحتاج كمان نص كوباية للطبق ده، وهنا برضو نص كوباية، يعني انا حطيت هنا كوباية ونص، وادي كوباية ونص من الدقيق. هحتاج بقى هنا كوباية من الحليب. ما عندكيش حليب بيبقى مية، ممكن شوية حليب عندي وزودتهم شوية مية بصراحة. هنزل ببيضاية واحدة، انت عايزة بقى تنزلي باتنين، عايزة تنزلي بتلاتة براحتك. انا هي ايه كفاية بيضة واحدة. معايا هنا ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وشويه من الكركم اهو. وعندي هنا شويه من الاوراق بتاعه الخضره اللي انا صورتها معاكم. هاتيلي يا نور هرس الشطه اللي في الثلاجه دي. حاضر يا ماما. تمام. وايه كده هيبقى معايا ايه الخليط. هنحط لها فص توم او معلقه هرس الشطه، طبعا هرس الشطه عندي هنا فيها توم. هنزل كده ايه بنص معلقه كده اهي، منها توم ومنها فلفل اهي. عايزه تضيفي شطه براحتك، تحطي فص توم اخضر براحتك. هنمزج بقى القوام مع بعض كده، وشويه كده من البيكنج باودر، نص معلقه كده هنحتاجها من البيكنج باودر اهي. وبرده شويه على الطبق التاني اهو، حطيت هنا شويه وهنا شويه، دي كانت معلقه عندي. اللهم صل على النبي. ايه تاني هنعمل بقى الخليط. هيحتاج ميه هنزود ميه، هيحتاج دقيق معلقه دقيق هنعمل له معلقه دقيق، حسب بقى ما الايه هنشوف القوام عايزينه كده ايه، عامل زي الكريب، عامل زي خليط الكيكه، اخف منه شويه. بصوا معايا طبعا تقيل خالص اهو. هنزل بميه اهي، وهنظبط القوام بتاعه بقى. هظبط القوام كده وارجع لكم. بصوا القوام اهو، مش عايزينه تقيل يبقى عجينه، ومش عايزينه خفيف ما يلزقش على بتاع القرنبيط. هنا بقى حطيت زي ما حطيت هنا توابل، حطيت هنا بس كميه قليله. بصوا دي رشه كده بسيطه من لون الزعفران، لو موجوده عندك، مش موجوده عندك خلاص مش شرط، يعني مش شرط تكون عندك ولا مش عندك. ودي اهو معايا اهو. هقوم بقى عامله ايه، هنزل كده اهو بالقرنبيط اهو زي ما انت شايفه كده معايا اهو. بس عايزين نصفيه بقى عشان ما يبقاش فيه ايه على الدقيق. واحده كمان اهو، نصفيه بقى كده اهو. ممكن بطاطستين اهو، عشان انا ايه هنصفي كده يعني ما نخليش ايه اهو. قلب بقى ايه، انا ما حطيتش هنا نشا، هضيف هنا دول معلقتين كده من النشا. بصي بقى زي ما بتقلبي بقى الفراخ كده اهي، كنا بنقلب الفراخ كده تقلبيها كده تقوم عادة في بعضها كده اهو اهو. بصوا اهو اهي اهي البطاطس اهي اهي. هكمل بقى الكمية ونحمر بقى.
بصوا اول ميله طالعه، بصوا شايفين اللون عامل ازاي اهو. مش قرنبيط والله، بس انا حطاه على شبكه بقى يصفي. سامعين القرمشه بتاعته؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال.